السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا يلا نعمل احلى طبق كشري، كشري مصري بالطريقة بتاعتنا. يلا بينا نيجي، يلا نعمل الكشري بتاعنا. يسخن حلو، عايزين يبقى سخن خالص. نيجي نعمل طب اهو يا حبايبي. نقوم جايبين بقى ايه، كزبرة ناشفة اهي كده، ان شاء الله يبقى احلى كشري. نقوم بقى جايين على الزيت السخن ونقوم حاطين التوم بتاعنا. دلوقتي التوم سخن اهو، نقلب كده ما شاء الله. من ده ايه، حاطين معلقه احلى صلصه دي ولا ايه بجد، هيبقى صلصه طعمها جميل جدا. دلوقتي اهو يا حبايبي حطينا الصلصه سوا اهو. نقوم بقى سايبينها، نحط بقى معلقه ملح، نغطي عليها ونسيبها تستوى. ويلا نيجي نعمل بقى، نحط المكرونه تتسلق. المكرونه بتاعتنا اهي، مكرونه سباكيتا متطوله هي، مكسرينها بالطريقه دي كده. المكرونه التانية اهي. دلوقتي احنا حطينا الميه بتاعتنا بتاعت المكرونه تغلي، ونقوم حاطين المكرونه تتسلق. يلا نحط العدس بتاعنا، العدس بتاعنا اهو. العدس اهو سيبته في الميه، بلته في الميه يجي ساعتين، نقوم حاطينه على النار يغلي غلوتين، ونقوم طافيين عليه على النار. نيجي نعمل الدقه بتاعتنا، نجهز الدقه بتاعنا اهو كده. التوم بتاعنا بتاعت الدقه ماشي. نقوم جايبين كوبايه عصير ليمون اهو، بسم الله ماشي. ونقوم جايبين معلقتين خل، وجايبين بقى معلقتين كمون صافي اهي، ومعلقه كزبره صغيره بالطريقه دي كده. نقوم بقى ضربهم مع بعض نعملها حلو. نقوم جايبين كوبايه ميه عشان احنا عاملين الحاجه خام اهو، شوفوا كده. نقوم مقلبين بقى كويس. بسم الله ما شاء الله، بجد الدقه ريحتها جميله. كده احنا خلصنا ايه الدقه بتاعتنا. نقوم حاطينها بقى في البتاع بتاعتنا، الكوبايه بتاعتنا نجهزها كده. خلصنا الدقه. المجه اهو يا حبايبي، نقوم حاطين الدقه كده. بسم الله. شوف الدقه بتاعتنا عامله ازاي، شكلها عامل ازاي. كوبايه، طبق شوفوا شكلها عامل ازاي. نقوم بقى يلا نيجي بقى نحط المكرونه. غلت معانا اهي. نحط بقى المكرونه تتسلق كويس. بسم الله كده حطينا المكرونه. انا حطيت المكرونه مع بعض في حله واسعه. بسم الله ما شاء الله. نسيبها بقى تتسلق وخمسه مقلبه. نيجي نشوف الصلصه بتاعتنا. الصلصه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله، بجد الريحه جميله. يلا نيجي بقى نعمل الدقه بتاعتنا اللي هي بتاعت الشطه. قبل ما نعمل الشطه بتاعتنا، دقه الشطه، هنعمل الرز سوا، رز الشعريه اهو. كده الشعريه كده، نحمر الشعريه ونقوم معاه حاطين الرز بقى. دلوقتي اهي هتتحمر بالطريقه دي كده. نحمرها كمان عشان نحط الرز وهي كده، عشان ما تبيضش في الميه وهي بتغلي. دلوقتي يا حبايبي تقليه السباكه اهي كده. خلصنا التقليه بتاعتنا.
عمايله سهل جدا اهو. ايوه الطريقه دي كده. شفتوا اللون؟ كمان بقى حاطين الرز اهو، نسيبه بقى يغلي بعدين هدي عليه. نيجي بقى يلا نعمل بقى الصلصه بتاع الدقه بتاعتنا، الشطه اهو. نبقى حاطين زيت بس استنى ما ينشف من المشط لا. بسم الله. الزيت يسخن اقوم حاطه الشطه. نيجي نشوف العدس بتاعنا بعد ما استوى اهو. العدس اهو حبيته، بسم الله ما شاء الله. دلوقتي هنعمل بقى الشطه واوريكم بقى طبق الكشري بتاعنا احلى من بتاع المحلات ب100 مره. نحط الزيت يسخن خالص وبعدين بقى نحط الشطه هنا اهوت. جايبين الشطه بقى حاطين، بسم الله. اقفلوا مناخيركم علشان ايه؟ الشطه حراقه اوي بتحرق. حاطين حاجه على مناخيرنا عشان ريحه الشطه مع فصي. من بقى جايبين معلقتين سلطه معلقتين صلصه، معلش معلقتين صلصه اهو، معلقتين صلصه كده ونقوم حاطين في خلينا الشطه بتاعتنا من قلب. ونطرة خل رشة خل حامية قوي كده. حطينا خلصنا معاها الشطة بتاعتنا خلصت حامية قوي بطريقة فظيعة. حبايبي نقطع شرايح كده، نرش عليه رشة دقيق عشان لما يجي يتحمر معانا يدي لون حلو اهو. يلا نجيب بقى الزيت بتاعنا ونقوم حاطينه. الزيت يسخن نحط الطاسه ونحط عليها فيها الزيت ويسخن كويس ونقوم حاطين البصل اهو. الزيت اهو، حطيت الزيت يسخن بقى كويس. اقوم حاطه ايه البصل يحمر اهو. الزيت سخن، بسم الله. نقوم حاطين بقى البصل يدي لون حلو ويقرمش معانا اهو. البصل بصل اهو يا حبايبي. حمروا واوريهولكوا بعد ما اتحمر. وراكم بعد ما حمروا حبايبي اوريكم شكله عامل ازاي. وبعدين بقى ايه نقدم الطبق بتاعنا الجميل، طبق الكشري بتاعنا، الكشري المصري اللي ريحه جميله جدا والطعم هيبقى احلى بكتير من بتوع مع المطاعم. دلوقتي اهو البصله بعد ما طلع شوفوا الشكل عامل ازاي اهو، بجد مقرمشه اهو. كده خلصنا البصل بتاعنا وخلصنا كل حاجه. دلوقتي هنقدم بقى الطبق بتاعنا. دلوقتي الطبق بتاعنا اهو اللي احنا غرفناه اهو، بسم الله ما شاء الله. بجد نفس وطعم جميل جدا، احلى طبق كشري مصري اهو زي بتاع المحلات اهو. وقولوا لي ايه رايكم في التعليقات، ويا ريتكم تشتركوا وتفعلوا الجرس يا حبايبي، وقولوا لي ايه رايكم. والسلام عليكم.